البعد عنهم غنيمه. الواحد يعيش هنا ازاي؟ عشان تعيش هنا يا صاحبي اليورو بتاعك دراعك، ما تتكلش على حد خالص، وتتعلم اهم حاجه اللغه. انت جيت ايطاليا عشان تتعامل مع الايطاليين، ما انتش جاي عشان تتعامل مع المصريين. لو عايز تتعامل مع المصريين اتعامل معاهم في مصر، عشان المصريين هنا يا صاحبي على دماغي وعلى راسي، بس معاملتهم يعني بص يموتوك، كل حاجه احباط، يحبطوك، يكسروا مقاديفك، يعني البعد عنهم غنيمه. ليه نبعد عن المصريين؟ ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. انت جاي هنا عشان تتعامل مع اولاد البلد، مع الايطاليين. لا احنا جايين هنا مش جايين نتعامل مع حد، احنا جايين ناكل عيش. مش هتاكلها مع المصري زي ما في الوحش في الحلو. لا يا صاحبي. انت وحش ولا حلو؟ انا الحمد لله يعني ما فيش حد يتعامل معايا الود يعمل لي تمثال. تمام. انت في 5 بيحبوك، اكيد في 10 تانيين مش بيحبوك. ما يلزمونيش. الناس تمام. اختلفت على حب سيدنا محمد، هيجتمعوا كلهم على حبك. انا بقول لك انت لو هتيجي هنا تتكل اهم حاجه على دراعك، اليورو بتاعك دراعك، جابك ما يفضاش. واجري على اكل عيشك. لكن واجري. المصريين اخواتنا وناس ولاد وصول، زي ما في الوحش في الحلو. بس لو فضلت اللي انت تتكل تمشي مع المصريين طول ما انت قاعد في ايطاليا هنا، صدقني انت بترجع ورا.